ازاي حولت البي سي من كوم التراب لمنظر جمالي خلاب في 80 ثانية؟ من كام يوم البي سي قرر انه يهنج ويقرفني ويطلعني عن شعوري، فقررت اني 1 2 3 4 واقلع البي سي ده خالص بقى. وما تنساش تحتفظ بالمسامير عشان هيضيعوا قريب كده كده. المهم ان لقيت ان ده المنظر جوه البي سي بعد تقريبا اكتر من سنة بدون تنظيف. مفيش زخنوق واحد مفهوش تراب. اما نشوف بقى التراب ده بيقول ايه. المهم ان قفلته ودعته وفكيت اي حاجه ينفع تتفك وخدته على مصيره الابدي. حضرت بلاور الهواء اللي هنفخ بيه كل التراب ودبيته في معاميع لا بهزر. في البدايه لازم اي مروحه بتلف عندك زي كده تثبتها بايدك، والا ممكن اللف العكسي بتاعها يبوظها او يخليها تعمل صوت تكتكه وهي شغاله. ويا دوبك احنا بنشيل التراب مش بنمسح مسحه العيد. دي قطع الكترونيه وممكن تبوظ في اي وقت عادي جدا. وبعد معركه عاصفه بالتراب المتعتق رجعت البي سي لمكانه وحطيت كل الوصلات في مكانها تاني وقلت اجرب. بسم الله اللهم صل على النبي. البي سي نور وبقى بيبرق ولا اكنه واخد حمايه العيد. وبجد الفرق بين قبل وبعد صدمني انا شخصيا. ما كنتش متوقع كميه التراب اللي خزنها البي سي على مدار السنه دي، بس المنظر في النهايه بقى مريح نفسيا بصراحه. لبسه بقى عشان ما يبردش. 4 3 2 1 بي سي ملوش لازمه يستحق اللايك.